عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكون بخير وصحة وعافية وسلام ان شاء الله. النهاردة ميعادنا مع المحاضرة الخامسة، وهي بعنوان Science Lab Language Core Vocabulary in Context، يعني لغة مختبر العلوم او المفردات الاساسية في سياق المختبر والكلام ده. عايزين نعرف المفردات اللي بنستخدمها في المعمل. كلمة يقيس اللي هو الميجر، هيت يعني يسخن، الكلام دوت. عايزين نعرف برضو المعدات اللي بنستخدمها. ان شاء الله الدرس بسيط ولطيف، وان شاء الله هيبقى النهارده سهل، الدنيا تمام باذن الله. نبدا باول حاجه، نشاط احماء كده. بيقول لك ماذا يفعل العلماء بخطوات التنفيذ؟ يقول لك اكتب اسم العالم. اسم العالم بيكتب اسمه على السبوره. تاني حاجه بيقول لك الطلاب يقدمون افعال عن في ذهنهم. سجل كل الاقتراحات على السبورة وقيم محور اليوم لغة مختبر المحددة. يعني ده زي نشاط عصف ذهني كده مع نفسك تعمله. ولكن أول حاجة هنبدأ بيها هي أفعال الحركة العلمية. حلو حلو جدا. هذه الأفعال بتظهر في تعليمات المختبر ووصف الكتاب وأسئلة الامتحانات، وإتقانها أساس الفهم وتنفيذ العمليات خلال السياقات التعليمية أو العلمية. أول حاجة من الأفعال دي هي الميجر. ميجر معناها يقيس. أنا بوجد مثلا حجم أو وزن أو كمية أي شيء، يعني measure the water in مليلتر. بنشوف حجم المية او بنقيس حجم الميه بالمليلتر. الاوبزيرف الملاحظه، بتشاهد بحرص. observe the color of the liquid، بتشاهد او تلاحظ لون السائل. طب ريكورد يعني يسجل. يسجل، لا معلش دي واحدة. يسجل، ودي يلاحظ او ملاحظة، ودي يقيس. انا نظرا بقى على الخط، يقيس. حلو حلو جدا. في التسجيل هنا بيقول لك رايت داون انفورميشن، بتكتب معلومات زي مثلا تسجيل الحرارة في النوت بتاعتك او في دفترك. تمام. اللي بعده يلا بينا. ايه تاني؟ بيقول لك افعال اساسية تانية زي مثلا الهيت. الهيت اللي هو التسخين، علشان تعمل سامسونج هوت عشان تخلي حاجة ساخنة. مثلا heat the solution for 2 minutes، هتسخن المحلول لمدة دقيقتين. الكول اللي هو التبريد، to make something cold، تخلي شيء ما بارد كان سخن وعايز تبرده. cool the mixture in the ice، اخلط برد الخليط في الثلج. الميكس اللي هو الخلط، to combine two or more things together، تخلي او تجمع ما بين حاجتين او ثلاث حاجات. اعمل ميكس مثلا للسولت والميه، بتخلط الماء والملح. كلمة بور، بور اللي هو بور اللي هي معناها سكب، عشان انت تغير الماء او السائل بتاعك من كونتينر لواحد تاني. بور ذا ليكويد انتو بيكر، يعني اسكب السائل في الكأس. طيب نشوف ايه اللي بعد كده. يقول لك addition key verbs، برضو افعال اضافية زي مثلا الفلتر اللي هو الترشيح. يقول لك ده عشان افصل مادة صلبة من سائل بستخدم ورقة مخصصة. فلتر the sand from the water، فلتر المية او رشح المية من الرمل من الماء. الديزولف اللي هي الذوبان، ممكن اكون منطقها غلط عادي، انا بلغلط. to mix a solid with liquid until it disappear، the salt will dissolve in the water. حلو. عشان اعمل ميكس ما بين السوليد والليكويد اللي هو مبقاش باين، السوليد ده بيدوب، يعني يقول لك الملح هيدوب في الماء. التوصيل اللي هو الكونكت، عندنا to join to sing together connect the wire the battery، يعني ربط شيئين معا، وصل اسلاك بالبطارية، زي ما كنا بناخد في الكهربية كده، الناس اللي كانت
كيمياء يعني تقريبا كله كان خد في ثانوية عامة الباب الرابع اللي هو في الكيمياء الكهربية. طيب هنا بيقول لك أنشطة تدريبية تفاعلية، بيقول لك هنا هتعمل ايه؟ مثل الفعل. بيقول لك طالب يحصل على فلاش كارد فيها فعل. الكلاس شاوت correct verb. The next approach review vocabulary through physical motion. يعني طالب بيحصل على بطاقة فعل ويمثله، والفصل بيقول الفعل الصحيح، وهذا النهج بيقول لك بيعزز المفردات من خلال الحركات الجسدية، يعني بيخلي المفردات عندك خلال انت مثلته بحركة جسدية. تاني حاجة اكمل الجملة. يعني مثلا هو الكلاس كومبليت سنتنس وي يوز ذا ترمومتر تو كذا ذا تمبريتشر. هنعمل ايه بالترمومتر؟ هنعمل ميجر. بليز بليز نقط ذا داتا ان تيبل، يعني ريكورد يعني سجل الداتا عندك في التيبل اللي معاك. تمام. ندخل على اللي بعده وهو معدات بقى المعنى. هنا هنشتغل على المعدات. حلو. المعدات الضرورية للعلوم او لمختبر العلوم. اول حاجة عندنا البيكر. البيكر اللي هو الكأس. A simple cup of holding and bearing liquids bear the water into beaker. ده سائل لحمل وسكب السوائل، زي مثلا لما نقول اسكب المية في البيكر. تست تيوب دي انبوبة اختبار. اسمه الجلاس تيوب يعني انبوبة صغيرة من الزجاج للتفاعلات الصغيرة او التجارب الصغيرة. وي هيت ذا ليكويد ان ا تيست تيوب. بنسخن السائل في انبوبة اختبار. الترمومتر. الترمومتر دي واحدة. الترمومتر الو ده بيقول لك بتقيس درجات الحرارة. معلش. بتقيس درجات الحرارة. الترمومتر شو 35 درجة سلسية، يعني الترمومتر يظهر درجة او 25 درجة. تمام جدا. مور لابوراتوري ايكويبمنت، معدات زيادة برضو نعرفها. الميكروسكوب اللي هو الميكروسكوب المجهر اللي عندنا. بيقول لك أداة بتجعل الأشياء الصغيرة بتبدو كبيرة. Look at the cell through the microscope. انظر إلى الخلية من خلال الميكروسكوب. نظارات السلامة. نظارات بلاستيك that protect you eye بتحمي عينك. always wear safety glasses in lab في المعمل. ابتدي نظارات السلامة دايما في المختبر. الميزان اللي هو سكيل او البالانس. اتول ميجر ويتس put the rock on the scale. أداة بتقيس الوزن. بيقول لك ضع الصخرة على الميزان عشان تعرف مثلا لو عايز تعرف وزنها. specialized measurement tool. أداة قياس مخصصة شوية. يعني هنا graduated cylinder الاسطوانة المهدرجة. بيقول لك طول أنبوبة طويلة ورفيعة. حلو. نكمل السلندر. الجراديويتد سلندر الاسطوانة المهدرجة. أنبوبة دول طويلة لرفع قياس حجم رفيع، قصدي أنبوب طويل ورفيع لقياس الحجم بشدة دقيقة، يعني بدقة جدا. بيقيس 50 ملي من الماء بحط 50 ملي تقريبا من الماء في الاسطوانة المهدرجة دي. بنزين او بنزين بيرنر. موقد بنزين دي يقول لك تول بنستخدمها عشان نعمل فليم او لهب للتسخين. ليم لايت لهب بنزين بيرنينج. موقد او اشعل موقد بنزين. تمام جدا. نكمل. اكسبيرمنت براكت اكتيفيتي. نشاط معدات شويه. نلعب لعبه تخمين من انا. اللعبه دي هتعتمد على ايه؟ المعلم هيوصف المعدات والطلاب هيخمنوا الاسم الصحيح. يعني ماشي. يعني المعلم هيوصف المعد والطلاب هيوصفوها. النشاط ده هيعزز المفردات من خلال القرائن والسياقات السياقيه.
والكريتيكال ثينكينج التفكير النقدي. بيقول لك I am a glasses I am told you used to measure liquid what I am الجراديويتد سلندر هي الاسطوانة المهدرجة. طب you wear me or eyes يبقى ده ايه؟ السيفتي جلاسز النظارات الحماية. I make tiny things long big ده الميكروسكوب بيستخدمون يقول لك ايه تو رؤية عشان رؤية السيلز يعني عشان رؤية الخلايا. تمام تمام جدا. practice consolidation assignment through multiple choice. اول حاجة توزع ورق تدريب، اختار من متعدد ونعمل عمل فردي او زوجي. طلاب هيكملوا ورك شيت ده فردي او زوجي مع بعض. والكلاس ريفيو هتعمل ايه؟ مراجعة جماعية على الاجابات مع الفصل. ده طبعا تدريب مع مش عارف الدكتور عملته في المحاضرة ولا ايه. ده هنعمله اسكيب. ده تدريب برضه اهو كومبليت، فهنحاول نحله مع بعضينا. اول سؤال بيقول لي هنا ده المجموعة من 1 لحد 10 صح؟ صح. ماشي، المفروض ده من 1 ل5 وبعد كده من 6 ل10 وبعد كده من 11 ل15 16 ل20 بس، ولكن هناخدهم مع بعض واحدة واحدة كده. ويز ترمومتر 2 أول واحدة هتبقى ميجر عشان قياس درجة الحرارة. يقول لك رجاء chemical reaction carefully and write down what you say. يبقى observe لاحظ. طيب you should always note your data in lab notes record. Be careful when you note order in acid mix او put او drop a بور اللي دي تسكب الماء على الحمض. الشجر سكر will not completely in hot tea ينحل يعني ينقسم الى حاجة اقل منه. طيب معلش مش فاكر ينحل دي واحدة. دقيقة ينحل او يذوب اللي هو divisible دي. تمام نرجع مرجعنا نخش في السؤال دول. you need to where the on to you need to the wire to battery to complete circuit توصل اللي هتعمل connect. you use benzene burn to have benzene عشان heat the solution to make a salt water. you mix salt and water together بتخلط الماء والملح. بعد التجربة you must clean the equipment wash the equipment أو clean عشان تبقى نظيفة. معليش to get clean water you can not it remove the dirt ترشحها تعمل لها filter. please wear your to protect oil safety glasses. we heat the liquid in a small test tube في أنبوبة اختبار عشان نخلي الخلايا الصغيرة تبدو كبيرة. ده الميكروسكوب. you find the width of rock using a scale أو البالانس اللي هو الميزان. for accurate volume measurement use a عشان تحدد أو تقيس الحجم بدقة تستخدم graduated cylinder الأنبوبة المهدرجة أو الاسطوانة المهدرجة. آخر مجموعة تدريبات معانا بس مش اخر الفيديو باذن الله ضايقكوا شويتين. The note shows that the temperature is 100 degrees Celsius. A thermometer. We use a note to hold and bear liquid easily. البيكر بنستخدم البيكر عشان ننقل ونسكب الماء السوائل بسهولة. The note produce a flame for heating. ده الموقد بنزين اللي هو بنزين بيرنينج.
burner. First نقط salt and liquid together in beaker. هنا نعمل mix، نخلط الاتنين مع بعض. After heat solution you need to تبريد cool it down، يعني تبرده. تمام. بارت 5، البارت الخامس لعبة ظهر إلى السبورة. يعني خلي ظهرك للسبورة. وهنعمل إيه؟ هنعمل إيه دلوقتي؟ يقول لك قسم الفصل، القواعد. قسم الفصل لفريقين، كل فريق يبقى قاعد قدام التاني، أو طالب واحد من كل فريق هيجي ظهره للسبورة، والمعلم يكتب كلمة على السبورة زي مثلا ميكروسكوب، والفريق بتاعه هيقولوا له الكلمة دي ايه هي، هيوصفوها مش هيقولوها دايركت. ولازم الطالب اللي جالس يتوقع الكلمة او التخمين من الاتنين يبقى هو الصح. فطبعا هنعزز المفاهيم بتاعتنا والتعامل، ونبني ثقة، ونعمل جو ممتع وتنافسي. طبعا الكلام ده مش هنعمله، احنا مش فاضيين. next step for student continuing the learning journey. تكمل رحلتك في التعلم. شاهد فيديوهات المختبر، يعني اتفرج على الفيديوهات في المختبر كده، نشوف فيديوهات لمعدات بسيطة على الانترنت، ندرب على الافعال، نعمل تجربة التعلم يوميا. سمي المعادلات معدات مع اختبارات. اعمل ملصقات للمعدات كده في فصل العلوم بتاعك عشان يعزز عندك المفاهيم في تجاربك الخاصة. keep science journal، يعني احتفظ بمجلة علمية. اتدرب على القراءة البسيطة في الأوامر وملاحظة استخدامها اليومية، استخدام الكلمات اليومية في التجارب بتاعتك. الخلاصة، وإلى هنا يا السادة نأتي إلى الخلاصة. أقول لك the foundation in core vocabulary prepare students for more complex skills like writing procedure, description process, and understanding scientific text. يا أحمد حلو أوي. Context practice with these initial terms building confidence for classroom interaction and laboratory work. الكلام ده يعني ايه؟ لكن الأساسيات في المفردات الأساسية تعد الطلاب لمهارات معقدة قليلا، كتابة الإجراءات، وصف المعلومات، فهم النصوص، والممارسة المنتظمة طبعا بتبني ثقة، تفاعل في الفصل والعمل في المختبر. والى هنا يا سادة نكون انتهى الفيديو بتاعنا. يعني اتمنى نكون استفدتوا، ولو استفدت من شيء اعمل لايك وسبسكرايب وابعتوا لصاحبك. ونشوفكم في فيديو جديد. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السلام عليكم.